ألو، ألو، ألو. معلش أنا مش متعوّد على الميكروفون في بُقّي وكإنّي طارق حبيب كده، أنا متعوّد على المسجّل بتاع زمان، تلاقيكم ما تعرفوش. المهم، أنا دلوقتي في اليوم التاني أو التالت بعد موتي. لأ، لأ، مش مش باكلّمكم الأب يعني أنا مش قصدي كده، أنا قصدي إن أنتم بتسمعوني في اليوم التاني أو التالت بعد موتي. أصل أنا فكّرت إنّكم لمّا هاموت هتتضايقوا وتزعلوا وممكن تعيّطوا كمان، وأنا ما احبّش أسيب في نَفْسكم الأثر ده، فقُلت أسجّل لكم حاجة تفتكروني بيها. بُصّوا، أنا مش عارف أقول إيه أوي، أنا قعدت أحضّر حاجات كتير أوي في دماغي، بس أنتم عارفين إن عندي سرطان في المُخ، فالسرطان خَد الحاجات دي وطار، وبتبقى بايخة أوي، أوي، أوي يعني. باقول لِك إيه، تعالي اقفلي ونبدأ من الأول. إيه ده؟ ده ما حدش هنا، الظاهر إني كنت باخرّف، وأنا مش عارف أقفل البتاع ده إزاي، فخلّيني مكمّل بقى. أنا هابدأ بصديقي العزيز نديم أحلى لحظات حياتي وأجملها، خلّي بالك من نَفْسك ومن وزارك. ويا ريت تخلّي بالك من مدام اعتدال، دي سِت كويسة وزي أختي بالضبط، صحيح واطية وبتبقى قليلة الذوق أحيانًا بس طيبة، وأنت وأختي خلّوا بالكم من بعض ومن ولادكم. زوجتي الحبيبة أنا حزين إن إحنا بعدنا عن بعض 6 سنين بدون سبب فعلًا، وحتى لو بسبب أنتِ ما تستاهليش. أنا عارف طول عمري غبي وأرعن، بس ما اتأكدتش من كده إلا في فترة خصامنا. تليفون واحد مني كان ممكن يرجعنا لبعض، كلمة واحدة مني كان ممكن ترجعنا لبعض. كان ممكن ما نبعدش عن بعض خالص، بس هي دي الدنيا، أنا غبي وأرعن وأنتِ ذكية وطيبة، عشان كده فتحتِ لي الباب تاني بعد ما مشيت. مش عارف أنا كنت ناوي أقول كلام يضحككم ما أعرفش وصلت هنا إزاي، بقيت باعمل كشف حساب لنفسي، خدوا بالكم لمّا بتقرّب النهاية بتبدأ تعمل كشف حساب لنفسك، اوعى تطلعوا أغبيا وروعناء زيي. أنا كنت ناوي وعامل حسابي أصرف كل اللي معايا على سفرية إيطاليا، بس ما فيش في الدنيا أحلى من سفرية حلوة لإيطاليا وأكلة حلوة في إيطاليا وسِت حلوة برضه في إيطاليا، بس السِت اللي في مصر أحلى، وجابت لي أحلى ابنين في الدنيا. أنا عمري ما كنت أتصوّر أحب حد بالشكل ده، أبقى متضايق منكم ومجهّز المسدس أضربكم بيه، وأول ما تدخلوا بتضحكوا عليّا، مثلًا كنت زعلان منكم في إيه؟ أبقى هاموت من تصرُّف غبي بتعملوه، وأول ما تقعوا وأنا عارف إنكم هتقعوا ولسه هاتشفّى فيكم، ألاقي نفسي بامِد إيدي واشيلكم منه. أنا مش هاموت طول ما أنتم وولادكم في الدنيا، خليكم فاكرينّي، ما حدّش ينساني. رجعنا للزعل والعياط تاني، لا، لا، لأ، أنا لازم أختمها كوميدي. تحبوا بقى تسمعوا حاجة من الموجز الكوميدي اللي هو أنا، والّا تسمعوا أغنية كوميدي، والّا أقول لكم حاجة مش كوميدي بس تفرّحكم؟ أنا هاقول لكم حاجة تفرّحكم، أنا ماشي ومش زعلان، بالعكس أنا مبسوط، فرحان، عندي أخ زي الفل، كان أحلى صاحب في حياتي، عندي أخت هي كل حاجة في حياتي، عندي زوجة ولا أحلى واحدة في إيطاليا، عندي ولد وبنت باتحسد عليهم، يبقى عايز إيه تاني من الدنيا؟ كده اتعشِّت أوي. أنا هاسيبكم بقى مع أغنية تفتكروني بيها عشان الكلام اللي عندي خلص. هو البتاع ده بيشغّل بتاع الأغاني منين؟ هو المفروض في حاجة هنا بتشغّل أغاني، هو ما فيش حد هنا يقول لي والّا إيه؟ طب معلش، معلش أنا هاغني أنا بصوتي بقى لإني مش عارف أشغّله إزاي. قال لي الوداع وهاقول إيه ده؟ إيه ده، إيه ده؟ sorry غمّيت منّي معلش. خطفوني عينيك خطفوني
وخدوني هناك وجابوني وأوام أوام هزار وسلام والزاز وحدوني